عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده هنعمل الليمون المعصفر او الليمون المخلل. يلا بينا نعمله مع بعض. لما بنيجي نختار الليمون لازم نختار الليمونه الصفراء وتكون حجمها يعني نوعا ما كبيره كده، والحاجه التانية تبقى ناشفه وماسكه نفسها زي ما احنا شايفين كده. اي نعم الليمون ما كانش في السوق احسن حاجه الايام دي، بس كنت محتاجه اني اخلل الليمون. خليني اوريكم شكله بعد ما هيتسلق. اول حاجه بنعملها اننا بنغلي ميه، يعني الميه تغلي ابتدي انزل بالليمون وعلى التايمر بالظبط هتعدي 3 دقايق وتصفيه من الميه. شايفين الريمه اللي طالعه على الوش؟ كل ده لازم نخلص منه تماما. نغسل الليمون من ميه السلق ونحطه في ميه نظيفه ونشيله في التلاجة 3 ايام ونغير عليه الميه 3 ايام. يعني ايه؟ يعني كل كده ما ادخل المطبخ اغير له الميه، ودي ميه التحليه علشان اتخلص من المراره الخاصه بالليمون تماما. اوعي تشتغلي في الليمون من غير ما تقعديه في الميه بتاعه التحليه 3 ايام. هنا كان اخر حاجه، غسلت الليمون وصفيته وهنبتدي نشتغل فيه. شايفين شكل الليمون بقى عامل ازاي بعد ما اتسلق وبعد ما اتنقع في التلاجة؟ لما هتسلقيه هتلاقي كده في ليمون احيانا تلاقيه متبطن منك كده بعد السلق، هيرجع تاني زي ما كان لان طبيعي المية هتبرد في التلاجة فهترد الليمون زي ما كان. نبتدي نقطع الليمون على 4 بالشكل ده، وما نحاولش اننا ننزل بالسكينة لغاية تحت. انا مش بقطع الليمون قبل السلق علشان المرور اللي بينزل من الليمون في السلق وبينزل في النقع ما يمتصهوش قلب الليمون، فبحب جدا جدا اني اقطعه بعد ما يكون اتنقع وعند الحشو بس ابتدي اني اقطعه. نيجي بقى للحشوة بتاعتنا. 5 معالق كبيرة من العصفر، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من حبة البركة. أنا بعمل المقدار ده ولو احتجت بكرر نفس المقدار تاني. واوعي تكتري في حبة البركة لأنها للأسف هتغمق معاكي الليمون. وأنا بحشي الليمون أبتدي أقلب في الخلطة بتاعتي لأن الملح بيسقط تحت، لأن العصفر خفيف فبالتالي الملح بيسقط تحته، فلازم أقلب واخد من الملح وأحط في قلب الليمون. وبحشي الليمون بالشكل ده وأقفله كده. ولما احطه في البرطمان بحطه بالشكل الرأسي كده، يعني تبقى الفتحة بتاعة الليمون لفوق. بالشكل ده. ودلوقتي هنعمل المحلول اللي هننزل بيه على الليمون. معلقة بقى كبيرة هنا من الهريسة بتاعة الشطة، ونص لتر مية، ده المحلول اللي هنسقي بيه الليمون بتاعنا، ومعلقتين صغيرين ونص مليانين من الملح، وده مناسب قوي لنص لتر المية بالنسبة لي. نلاحظ انه كان معانا معلقة كبيرة في الحشوة من الاول. الملح ده نسبي، في ناس بتحب الملح وناس مش بتحبه. هننزل بربع كوباية من عصير الليمون، يعني نص لتر المية ليه ربع كوباية من عصير الليمون، ونقلب. والمية تكون مغلية قبل كده وتكوني مبرداها تماما. اوعي المية تبقى دافية، لازم المية تبقى باردة كأنها من الحنفية بالظبط. هنبتدي نحط ورق اللورا. ورق اللورا ده بمثابة مضاد حيوي ضد أي بكتيريا ممكن إنها تتكون على وش الليمون، وكمان هيخلي ريحة المحلول جميلة. وعلى الوش كده هحط معلقتين كبار من الزيت، واغلف بستريتش راب او ممكن البسه كده كيس، واقفل البرطمان كويس علشان الهواء ما يدخلش لليمون. وبعد شهر المفروض اننا هنفتح عليه. وبألف هنا وشفا.